انا ساره ومعايا محمد، وحنا هنا اليوم باش نشرحوا لكم اكثر شنو كنديروا في اجري ايج باش نطوروا الفلاحه. ساره ومحمد جاوا البرنامج بفكره ذكيه واللي هي الفلاحه الرقميه، واللي بها غادي يخليو اي فلاح غير من تليفونه يعرف اي كبيره وصغيره على الفلاحه ديالو، بحال مثلا وقتاش خصو يسقي الارض ديالو، شحال ديال الماء بالضبط غادي يخصو، غادي يزيدو يخليوه يعرف الكميه المناسبه ديال لانغري اللي غادي يستعمل باش ما يكونش ضايع. والحاجه المهمه في هذا الشيء كله هي انهم غادي يخليوه يعرف واش الزرع ديالو مريض ولا لا. اكثر من هذا الشيء غادي يعاونوه يلقى لمن يبيع المحصول ديالو، وهذا الشيء كله غير من التليفون ديالو ومن التطبيق ديالهم اللي سميتو اجري ايج. واجري ايج كتخلي الهاتف ديالك كيف ما كانت الماركه ديالو كيولي خبير فلاحي قادر يجاوب على الاسئله ديالك. المستثمرين كيبتسموا وكيبينوا بلي المشروع ديال ساره ومحمد عاجبهم وباغيين يستثمروا فيه، ولكن كل شيء غادي يتبدل فاش غادي يسمعوا العرض اللي تقدم لهم. فاحنا كنعرضوا عليكم 1% مقابل 300,000 درهم، نسبه ديال 1%، ما غاديش تعجب المستثمرين نهائيا. ما سمعتش مزيان، اسمح لي شحال في المية؟ 1%. 1% ماشي منطقيه. شنو غادي يبقى لينا كاع قسمنا هاد 1% على 5؟ وغادي تجيهم قليله بزاف، وهنا غادي يطلبوا من ساره ومحمد باش يعاودوا يفكروا ويقدموا لهم عرض جديد، ولكن ساره ومحمد غادي يبقاو شادين في النسبه ديالهم اللي هي 1%، وغادي يقولوا للمستثمرين هذه هي النسبه اللي كنشوفوها مزيانه لينا ومزيانه لكم حتى نتوما. وهذا الشيء اللي غادي يخلي المستثمرين يكونوا كاعين وما غادي يقدموا حتى شي عرض من عندهم، وغادي يرفضوا يحطوا فلوسهم في المشروع ديال ساره ومحمد. ساره ومحمد ما فهمتش شنو طرا، كيما جيتو دغيا خرجتوا، كيفاش حسبتوا هاد 1%؟ وحاليا في 2025 ساره ومحمد قدروا يخليو اجري ايج تنجح وتوصل للسوق الافريقيه وتخدم مع اكثر من 85,000 فلاح افريقي في 11 دوله افريقيه.